بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أيها الحضور الكريم، كما ورد في بلاغات القطب الأمني المنشورة يومي الأربعاء والخميس 19 و20 فبراير الجاري، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المغرب بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل الإفريقي، وهو المدعو عبد الرحمن الصحراوي من جنسية ليبية. وفي المستهل وجب التأكيد على أن عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر هذه الخلية الإرهابية التي أطلق عليها أفرادها اسم أسود الخلافة في المغرب الأقصى، أسود الخلافة في المغرب الأقصى، استغرقت ما يناهز السنة تقريبا، وهو ما تكلل بإيقاف أعضائها 12 في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتونات وطنجة وأزمور وقرسيف وولاد تيمة وتمسنا بضواحي مدينة الرباط، وذلك بعدما قاموا مؤخرا بعمليات استطلاع لتحديد المواقع المستهدفة بعدة مدن مغربية. إجراءات البحث والتفتيش التي أنجزت على ضوء هذه العملية الأمنية مكنت في مرحلة أولى من حجز عدد كبير من المعدات والمواد التي تدخل في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير، في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير، من قبيل مجموعة من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال ومواد يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات وأسلحة بيضاء. كما مكنت التحريات التقنية الأولية المنجزة من العثور لدى بعض أفراد هذه الخلية المكلفين بعملية التنسيق على إحداثيات وعناوين خاصة بنظام تحديد المواقع GPS تخص مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. تم إعداده بإقليم الراشدية، وتحديدا بالضفة الشرقية لواد كير بتل مزيل جماعة وقيادة واد نعام بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وبعد الانتقال إلى المكان الذي حدده نظام التموقع الجغرافي، تبين بأن هذا المخبأ يتواجد عند سفح وعر المسالك، استلزم انتداب المعدات اللازمة وتسخير بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، وكذا الاستعانة بدوريات الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وأجهزة كشف المعادن ورصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة وروبوتات لرصد الأجسام الناسفة وجهاز المسح بالأشعة السينية. وقد مكنت عمليات المسح الطوبوغرافي والتمشيط والتفتيش بعد أزيد من 3 ساعات من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزوي أسفل المرتفع الصخري. وكما تابعتم في البلاغات الأمنية المنشورة، فإن هذه الترسانة تتكون من سلاحي كلاشنيكوف مع خزانين للرصاص وبندقيتين ناريتين و10 مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف الأعيرة كانت ملفوفة
في أكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية بدولة مالي، من بينها أسبوعيات صادرة بتاريخ 15 و27/1/2025. وقد أظهرت الخبرة الباليستيكية التي باشرها خبراء الأسلحة التابعين لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الأسلحة في وضعية اشتغال جيدة، وأنها خضعت لمحو عمدي لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها، كما تم قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها. وبخصوص نتائج هذه الخبرة سوف يتكلف والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بتقديم المزيد من التوضيحات بشأنها. ووفق المعلومات المتوصل إليها إلى حدود اليوم، فإن القيادي في ولاية داعش بالساحل المدعو عبد الرحمن الصحراوي الليبي الذي كان على اتصال بشبكات التهريب هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية، وبفضل يقظة المصالح الأمنية وبتوفيق وتسديد من الله فقد تم الوصول إلى هذه الأسلحة ومنع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها. وبعد هذا التوضيح المقتضب لملابسات تفكيك هذه الخلية الإرهابية نعرض عليكم فيما يلي سماتها الرئيسية وأبرز تقاطعاتها مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل. السمات الأساسية لعناصر هذه الخلية الإرهابية: بلغ عدد الموقوفين في هذه الخلية الإرهابية إلى غاية هذه المرحلة من البحث 12 مشتبها فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة. وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين فإنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة ل8 من المشتبه فيهم، ومستوى التعليم الأساسي بالنسبة ل3 منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي. إدارة الإرهاب عن بعد واستمرارية التهديدات المنبثقة من الساحل من طرف كل من القاعدة وداعش. تفيد الأبحاث الأمنية الأولية بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان على ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي لقي حتفه. وتفيد نفس التحريات إلى أن المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية قد حصل على مباركة تنظيم داعش بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية. انظروا الفيديو. تشوفوا دابا واحد الفيديو الاخوان، تشوفوا الفيديو ديال المباركه والتحريض اللي صادر عن المسؤول على قياده العمليات الخارجيه في داعش اللي وجهوه لاعضاء هذه الخليه الارهابيه. نحيي جنودنا في المغرب الاقصى بتحيه الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيا جنود القياده القابلين على الجمر الثابتين الصابرين على العالم، نبارك تلك الوجوه النكره، فاحملوا على الكفار والمرتدين وشدوا عليهم شده الرجل الواحد، والحمد لله معز الاسلام بنصره، ومذل الشرك والمرتدين بقهره، ومستدرج الكافرين بمكره، وجاعل العاقبه للمتقين بفضله، والصلاه والسلام على من سير الدماء بالحق محمد صلى الله عليه وسلم.
يمثلون عليه من عمل مبالغ في ضرب أعداء الله في كفر ديارهم بما أظهروه من كفر بواء عندنا فيه من الله برهان ونشرهم للصهاينة ومناصرتهم والتطبيع معهم فنسأل الله أن يمكنكم من رقابهم ومن دمائهم المستحلة بحق الإسلام وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا بغيتوا نعاود لكم هذا التسجيل هذا احنا راه الإشارة ديالكم، ولكن السيد المدير غيقرأ باش تشوفوا التهديد اللي موجه للمملكة المغربية وللشعب المغربي والمواطنين المغاربة. تفضل السيد. كما شاهدتم في الفيديو المتعلق بكلمة القيادي المدعو عبد الرحمن الصحراوي بفرع داعش بمنطقة الساحل، والتي فيها تحريض صريح ومباشر للقيام بعمليات إرهابية ضد المملكة. أريد هنا الوقوف وللتأكيد على مقتطف من هذه الكلمة التي جاء فيها كالآتي: نبارك من معاقلنا في قيادة الساحل لجندنا في المغرب الأقصى ما هم مقبلون عليه من عمل مبارك في ضرب أعداء الله في عقر ديارهم بما أظهروه من كفر بواح عندنا فيه من الله برهان ولاؤهم للصهاينة ومناصرتهم والتطبيع معهم، فنسأل الله أن يمكنكم من رقابهم ومن دمائهم المستحلة بحق الإسلام وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى المقتطف. تتم. وخطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا لولاية داعش بالساحل لإقامة فرع لها بالمملكة، وهو الأمر الذي يمكن ملامسته من خلال الأسلوب الذي تم اعتماده في إدارتها، إذ قام أعضاء هذه الخلية بإعاز من لجنة العمليات الخارجية لهذا التنظيم بتشكيل لجنة مصغرة مكلفة بالتنسيق معها بخصوص المخططات الإرهابية وكيفية تنفيذها وتبليغ الأوامر لبقية العناصر الأخرى. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أشير إلى أنه إذا كانت كل محاولات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذا التنظيمات التي خرجت من رحمها فضلا عن تلك الموالية لتنظيم داعش قد فشلت في إيجاد موطئ قدم لها في المغرب، فإن تفكيك هذه الخلية أسابيع قليلة بعد تحييد خلية الأشقاء الثلاثة بحد السوالم ضواحي الدار البيضاء يؤكد أن المملكة المغربية ونظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب تعتبر هدفا محوريا في أجندة كل التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل. وارتباطا بهذا الموضوع يجدر التذكير مرة أخرى بأن المغرب كان سباقا إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها القارة الإفريقية في أجندة تنظيم القاعدة التي تفرخت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل الإفريقي. لذلك ظلت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية وما زالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لا سيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خفية على أحد بين الجماعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة. وفي هذا الباب نذكر بأن الأجهزة الأمنية المغربية قامت بتفكيك أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات
شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في ديسمبر 2005 في طنجة بزعامة الملقب بإبراهيم، والتي كانت لها امتدادات في إسبانيا وارتباطات مع التنظيم المسمى آنذاك في منطقة الساحل والصحراء الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقد أبانت التحقيقات وقتها بأن أميرها المزعوم أقام مدة شهرين في أحد معسكرات التنظيم السالف الذكر في مالي قبل أن تسند إليه مهمة تأسيس أرضية لوجستيكية وبشرية من أجل الإعداد لسلسلة من العمليات التفجيرية داخل المملكة بإسناد من خبير في المتفجرات من جنسية مغاربية. ولعل اكتشاف مخبأ الأسلحة بمنطقة الراشدية يعيد إلى الأذهان خلية أمقالة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي تم تفكيكها في يناير 2011. هذه الخلية كانت بدورها تتوفر على مخبأ للأسلحة الحربية على بعد 220 كيلومترا من العيون. هذا المخبأ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر النظام الإلكتروني لتحديد المواقع، الذي تم تسليمه وقتها لشخص واحد وفق الأسلوب الذي اعتمدته الخلية الإرهابية الأخيرة، وهو ما يعد قاسما مشتركا بين الخليتين، فضلا عن طريقة إدارتهما عن بعد انطلاقا من منطقة الساحل. وللتذكير فإن خلية أمقالة كانت تدار انطلاقا من مالي من طرف القيادي المغربي السابق في صفوف القاعدة بالمغرب الإسلامي نور الدين اليوبي لقي حتفه. وإذا كان البحث ما زال مستمرا بخصوص ارتباطات أخرى ممكنة لأعضاء هذه الخلية واحتمالية وجود امتدادات لها عابرة للحدود، فإنه من الضروري التأكيد على أن هذه العملية الأمنية تؤكد نزوع الفروع الإفريقية لداعش لتدوير نشاطها تماشيا مع هدفها في إحياء زخم العمليات الخارجية من طرف قيادة التنظيم الأم، خاصة مع تواجد مجموعة كبيرة من العناصر الأجنبية من مختلف الجنسيات في صفوفها، كما اتضح ذلك جليا خلال العملية التي نفذها الفرع الصومالي لهذا التنظيم ضد قوات حكومة بونتلاند في 31/12/2024 بالاعتماد فقط على هذه الفئة من المقاتلين، من بينهم انغماسيان مغربيان لقيا حتفهما في عمليات انتحارية. وتشهد اليوم منطقة الساحل جنوب الصحراء نشاطا محتدما للتنظيمات الإرهابية التي استفادت من عدة عوامل ملائمة لاستمرارها، منها الصراعات الإثنية والقبلية وعدم الاستقرار السياسي وشساعة الأراضي والصعوبات التي تواجهها دول المنطقة في بسط سيادتها عليها، بالإضافة إلى تقاطع نشاط هذه الجماعات الإرهابية مع الشبكات الإجرامية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمملكة المغربية بالإضافة إلى الدول الإفريقية، وذلك في ظل سعي قيادات التنظيم الإرهابية إلى إظهار قدرتها على التأقلم مع المستجدات والانتكاسات التي تعرضت لها في بعض مناطق نفوذها. فيما يخص ازدواجية التهديدات الإرهابية الخارجية والداخلية المحدقة بالمملكة، إن تفكيك هذه الخلية
يعد بعد مدة قصيرة من تحييد خلية الأشقاء الثلاثة مع بروز دور العامل الخارجي فيهما من حيث الاستقطاب والتأطير الإيديولوجي والعملياتي، يبين بالملموس أن المملكة المغربية تواجه في نفس الوقت تهديدات إرهابية خارجية وداخلية، وذلك من خلال انخراط العناصر المحلية في الأجندة التوسعية التي تسعى التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية بمختلف تشعباتها لا تخفي رغبتها في استهداف المغرب عبر منصاتها الدعائية تحت مجموعة من الذرائع التي تحاول استغلالها من أجل الدفع بمناصرها إلى الانخراط في عمليات انتقامية بالتراب الوطني ضد أهداف وطنية وأجنبية. ولربط ماضي هذه التهديدات الخارجية بحاضرها، وجب التذكير بالخرجة الإعلامية للأمير السابق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدل في 9/5/2007، وبيان القيادة العامة للقاعدة في 18/11/2023، وكذا بيانات تنظيم داعش التي تمت الإشارة فيها إلى المغرب بشكل مباشر. إن ضلوع العناصر الأجنبية في المخططات الإرهابية ضد المملكة كما هو الحال بالنسبة لهذه الخلية الإرهابية التي يديرها عن بعد قيادي في ولاية الدولة الإسلامية بالساحل ومسؤول لجنة العمليات الخارجية يدعى عبد الرحمن الصحراوي، ليس وليد اليوم، بل تعج التجربة المغربية بالأمثلة الشاهدة في هذا الباب، والتي تؤكد إصرار التنظيمات الإرهابية على استهداف المملكة المغربية. وهنا نستحضر حالة مبعوث تنظيم داعش إلى المغرب، وهو مواطن مغاربي الذي تم اعتقاله بتاريخ 25 يناير 2015 بمنطقة بني درار ناحية وجدة، إذ عثر بحوزته على كميات هامة من المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات، إضافة إلى مسدسات وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية. وفي نفس الإطار نشير إلى أن العناصر المحلية التي لم تتمكن من بلوغ معسكرات تنظيم داعش بالساحة الإفريقية لا تتوانى في التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب، تلبية لنداءات قيادة هذا التنظيم التي تدعو مناصرها إلى اختيار أحد الأهداف التقليدية واستهدافه بشتى الوسائل المتاحة، على غرار ما قام به أعضاء الخلية الإرهابية المتورطين في تصفية موظف الشرطة ضواحي الدار البيضاء في مارس 2023، إذ أبانت التحقيقات أنهم أقدموا على جريمتهم بعد استعصاء التحاقهم بمجموعة من معارفهم بصفوف فرع داعش بالصومال. وبغض النظر عن مجموعة أخرى من الخلايا التي تم تفكيكها خاصة بين عامي 2008 و2010 والتي خططت لمشاريع إرهابية في المغرب، فإن تواجد قياديين مغاربة ضمن مختلف التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقية سواء التابعة للقاعدة أو داعش، على غرار نور الدين اليوبي السالف الذكر، وكذا علي مايشو ومحمد المخنطر لقوا حتفهم، قد أرخى بظلاله على منسوب التهديد الإرهابي المنبثق من هذه المنطقة، إذ كانوا يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم إلى داخل المملكة المغربية. إن هذا المعطى ينذر بسيناريوهات مستقبلية لا تقل خطورة
بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي أصبحت تطلع بها الإيديولوجيات الإرهابية لدى الأوساط المتطرفة المحلية وكل التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، خاصة تلك الموالية لتنظيم داعش. رغم كل المجهودات المبذولة ضد شبكات تسفير المقاتلين على غرار الخلية التي تم تفكيكها في 29 و30/1/2024 بين مدن الدار البيضاء وإنزكان وطنجة وابن ملال، نجح أزيد من 130 مقاتل مغربي في الالتحاق بصفوف مختلف الولايات التابعة لهذا التنظيم بكل من الساحل وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي، منهم من أسندت له مسؤولية لجان مهمة، خاصة تلك المكلفة بالعمليات الخارجية. حضرات السيدات والسادة، كانت هذه إجمالا أبرز الملامح المميزة لهذه الخلية وتقاطعاتها مع التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة ككل. ولعل نجاح هذه العملية يعزز صورة المغرب كدولة ذات يقظة أمنية عالية في حماية أمنها الداخلي وإسهامها في استقرار محيطها الإقليمي والدولي. وقبل إعطاء الكلمة للسيد والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي للحديث عن الخبرات التقنية المنجزة على المواد والأسلحة المحجوزة في إطار هذه الخلية الإرهابية، سأختم كلمتي هذه بقول الله تعالى في نعمة الأمن: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.